اليوم رح نحكي عن اتيكيت المجوهرات. كتير حلو انه نحن نتزين، بس إلى اوقاتها، إلى ساعاتها، إلى مناسباتها، إلى الكادر تبعها. يعني بمجال الاعمال شو فينا نلبس نحن كبزنس وومن؟ قد ايه فينا نلبس مجوهرات؟ بالسهرات قد ايه فينا نلبس مجوهرات؟ بعد الظهر عندنا غدا، عندنا عشاء، قد ايه فينا نلبس مجوهرات؟ على الاجوره قد ايه فينا نلبس مجوهرات؟ هون نحن بدنا نشدد على هالموضوع اكثر. يعني خلينا نبلش بمجال العمل. لا، كسيدة أعمال شو فيها تلبس وشو ما فيها تلبس؟ طبعا الألماس شغلة كتير 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 حلوة، بس بدنا ننتبه. فينا نلبسها بالنهارات، يعني كنا من زمان نقول لا الألماس بس لليل، لا، هلا في كتير ستات عم تلبس ألماس بالنهارات، مش غلط أبدا، بس شو هي القطعة اللي عم نلبسها؟ يعني إذا كانت سيدة أعمال ممكن تلبس مسمار مثل هذا المسمار اللي انا حطيته، استاذ بنقول له الماس، فيها تلبسه على الشغل ما في مشكل ابدا. بس ما فيها تلبس الحلق اللي هالقد كبير على الشغل، منه مسموح ومنه مقبول. مش مسموح تلبس التنس بريس النكلس اللي انا لبسته على الشغل، لانه اتس اوفر. هيك بتكون يا انه هي يفسر غلط، يا انه عم بتشوف حالها او في غرور او في انه تعالوا شوفوا انا شو لابسه. ما لازم ابدا نلبس هيك اشياء، بس فينا باركونتر نلبس هيدا النكلس الصغير بلا هيدا على الشغل، مش غلط ابدا. هيدا هو الماس كمان، بس صغير، ما بيفسر ابدا غلط، لكن كثير مهم على الشغل تعرف الست شو لازم تلبس. ما بيدخل الكاركتير بهيدا الموضوع. يعني انا كمان بعاني هون بالشغل، البوس تبعي ما بحب الحلق الكبير، فدايما بقول لي لوركا انت الصبح ما تلبسي حلق كبير، وانا بقول يا عم هيدا كاركتيري، يعني انا ما بحب الحلقه النقطه. حضرتك اعلاميه وعم تطلعي على التلفزيون، حقك انك تكوني لابسه اكسسوار كثير كبار بيتماشوا مع المورنينج شو تبع حضرتك. يعني بالفكره تبعيتك انت منك مذيعه اخبار، منك عم بتحطي نشره اقتصاديه لتكوني جديه باللبس تبعك. لا، حضرتك عندك صبحيه، عم تستقبلي فاشن، عم تستقبلي علماء نفس، عم تستقبلي ازياء، ممثلين، فنانين. حقك انك يكون اللبس تبعك فاشنبل، يعني ما لازم يكون رسمي ابدا، يعني انه انت منوعات تقريبا. شو رايك بحلقه اليوم كارمن؟ كثير حلوين كثير حلوين، وهذا ستيتمنت. يعني انت حبيتي تورجي هيدا الحلق الكبير. الحلو انك حطيتي حلق كبير، ما حطيتي كمان على رقبتك وعلى ايديك. يعني حلو يكون في بالانس، حلو يكون في هارموني، بس حضرتك بمجال شغلك ممكن مذيعة اخبار سوري ما فيها تلبس هالقد حلق كبير، ما فيها تلبس حتى هدول الهوب الكبار، ما فيها تلبسهم ابدا. هالهوبس الكبار ما فيها تلبسهم، فيها تلبس هاجيز. الست هون لابسه العقد اللولو. العقد اللولو بينلبس على المكاتب، بينلبس على جناز، انا عندي اياه، بينلبس رايحه عزه، مش غلط. وبينلبس على كل المناسبات، الفرح كمان. هون عم نشوف لايرز، هدول اللايرز، العقد ورا عقد ورا عقد، كمان كثير حلوين. للعمل ممكن حطهم اذا كانوا هيك سمبل، مش غلط بزنس وومن تلبسهم، مش غلط تلميذه على الجامعه تلبسهم، مش غلط ابدا اني انا البسهم بعد الظهر عندي غدا عشاء، مش غلط. هدول اللايرز حلوين حتى لو كانوا الماز، منهم كثير مبينين الماز، يعني حبوب كبيره ما بتنقي. العقد اللي انا هون لبسته، طبعا هيدا العقد الالماس ما بينلبس ابدا داي تايم بالنهارات، هيدا مفروض نلبسه على جالا دينر، بيج ويدنج، على كاربت، ريد كاربت. ما فينا نلبس هيك عقوده بعد الظهر انا معزومه على غدا عند صاحبتي، او معزومه على انيفرسير، ما في البس هيك عقد. لازم انتبه. وهيدا العقد كثير حلو للمناسبات. العقد اللي انا لبسته هون كمان كثير حلو للاعراس. هيدا العقد ما في انا معزومه على عشاء عند لوركا لعندها على البيت البسه واظهر فيه. لهيك بنقول للصبايا الحلوين
اللي بدهم يشتروا اول انسامبل الماس لهم يكون تنس نكلس. هيدا التنس نكلس ممكن العروس الصبيه تلبسه بالنهار وتلبسه بالليل، تلبسه على عشاء عادي وتلبسه على عشاء فخم. هيدا النكلس لهيك نحن بننصح فيه، هيدا مثل البيزك. العقد اللي عندي اللي على الصوره كثير حلو ينلبس على الشغل، مش غلط ابدا. بزنس وومن فيها ايزي تلبسه، بس ما حلو ابدا البسه على جنيز، لانه فيه حركه وفيه حركه حلوه بس ما بتعطي الطابع الرسمي اللي انا بدي اياه على الجنيز. مثل ما قلنا على الجنيز ممكن البس الطوق اللولو، طوق 2 3 مش غلط ابدا، بس يكون الطوق العادي مش طوق فيه حركه. ما حلو ابدا ينلبس على الجنيز. يعني في كثير اوقات بالجنينيز بنلاقي عم بيلبسوا طوق الشانيل، هيدا منه خرج جنيز، هيدا اكسسوار بيلبسوا داي تايم وبالليل. كان بالزمانات في هيدي الفكره انه اللولو هن للستات الكبار بالعمر، بس لا هلا عم بيكون في موديلات كثير كثير حلوه لبيرت، بالعكس كثير حلوين ولكل الاعمار ولكل المناسبات. برجع بقول فينا بالفرح نلبسهم، وفينا بالعزا كمان نلبسهم، فينا على الشغل نلبسهم، عندنا بعد الظهر قبل الظهر بالعكس كثير حلوين. كوين فيكتوريا كانت بفتره الحداد تبعها على ألبرت كانت تلبس الاسود وتحط البير، بلكي لهيك ارتبط العمر بعقد اللولو، بالعمر وبالحزن. ابدا هذا الشيء كثير غلط، بالعكس فينا نلبسه بكل المناسبات. شغله كثير حلوه. لازم ننتبه شغله، نحن وعم نلبس المجوهرات، حجم المجوهرات. يعني اخر صوره انا حطيتها واللي مرقت، هو في عنا حلق كثير كبير. هالحلق اللي كثير حلو واللي كثير كبير هيدا ستيتمنت جولري، في البسه ما حلو ابدا البس معه عقد. يعني لازم ننتبه نحن، مش مثل شجره العيد نحط علينا زينه كثير كبيره. البالانس كثير حلوه، الارمونيه كثير حلوه. حلق كثير ما في يحط عقد كثير كبير. نعم مثل هون لا بدي احط، ممكن استعمل سواره كبيره مش غلط ابدا، بس مش لازم يكونوا حد بعض. شغله ثانيه بدنا نحكي عن المجوهرات. طبعا انا ما في شوفك واقول لك قد ايه حقه، كم ايراد، منين جبتي، منين اشتريتي، هذا شيء ما حلو. مين هداك اياه؟ مين هداك اياه؟ مين هداك اياه بتقطع بلكي. نعم. بس انه هيدي الاسئله كثير بيرسونال ما بتنسال، بس انا في اعمل اتغزل فيكي. نعم. لك شو هالعقد الحلو اللي عليكي، شو هالحلقه الحلو اللي عليكي، مش غلط.